بسم الله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. نعدل الحلوى ديال العيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنعدل الغريبيه ديال البهله، غريبيه بسيطه كنعدلها بالتقاوت، يعني كتجي مزيونه ولذيذه. نتمنى يا ربي تعجبكم. المهم دابا ندوزو المقادير. عندي في المقادير هنايا عندي واحد 250 غرام ديال زبده ديال الحلوى، بغيتو تعملوا دبوطه ولا مارغرين بحال عندي 4 كيلو 250 غرام. عندي زلافه ديال السكر سنيده، زلافه ديال الزيت، عندي هنايا واحد 2 مغارف كبارين ديال النفع وحبات حلاوه عندي مخلطين، وعندي غير مهرمشين في مصهدين طبعا، محمرين شويش مسخنين باش كيبقى ما كيمشيش المفعول ديالهم، وعندي غير مهرمشين في مولينكس. عندي هنايا واحد كاس ديال العنيبه ديال النوى، عندي محمر بالقشور ديالو ومطحون هيدا مهرمش. عندي هنايا واحد كاس ونص ديال العنيبه ديال الزنجلان، عندي حتى هو محمص وعندي مطحون. وهنايا كاس ونص كذلك ديال العنيبه طبعا ديال بيان عندي محمر ومطحون، طحنته بالقشور ديالو. عندي هنايا قبيصه ديال الملح، واحد شويه ديال الملح باش كيصحح المذاقات. وعندي نزيد هنايا مغروفه صغيره ديال القرفه. صافي هاد المكونات هادو عادي نخدموا مع بعضياتهم. نخدم الزبده مع السكر. هاد الغريبيه هادي كتجي مزيونه بزاف. انا غادي نخدم مع السكر مع القرفه والملح، ونحرك هاد الشيء نخدمو مزيان حتى يرجعوا بوماد. غادي نزيد عليهم ندخل السكر بعدا في الزبده، عاد نزيد صافي الله نزيد عليهم الزيت. صافي دابا خدمت الزبده مع السكر دخلته كامل. غنزيد دابا الزيت عندي زلافه كبيره ديال الزيت، يعني ما يعادل 2 كيسان ديال العنيبه. غنخدم هاد المكونات هادو. انا نستمتعي بالقرفه، ولا بغيتي تعمل يعني سكر فاني اولا تعمل اي نكهه بغيتيها، نشا ديال نكهه الزهر حتى هي كتجي مزيونه، ولكن انا نعملها عاديه. ندخل الزبده مع الزيت، عاد نزيد المكونات اللي عندي ندخلهم هيدا مزيان. انا سبق لي شاركت معكم هاد الحلوى ديال الغريبيه، ودابا قلت نعدلها لي ما لا نعاودش نشاركها بطريقه اخرى. يعني سبق لي عملتها بلا لوز، دابا عملت لها اللوز بلا النافع وحبه حلاوه، دابا عملت لها النافع وحبه حلاوه. صافي دابا انا خلطت هادشي. غنبقى نزيد بيان، ندخل مزيان في هاد المكونات هادو. يعني بيان ملي كطحنو كيرجع كيطلق داك اليدان ديالو، ضروري خصني نفتحو مزيان لان كيتجمع.
صافي. من بعد ما خلطت بيان غنزيد السنجلال. دابا غنزيد كلشي هنايا. غنزيد النوى او اللوز، وغنزيد النافع وحبه حلاوه، وغادي نحرك ونخلط جميع العناصر باش نبقى نضيف الطحين والخميره. انا الخميره ما ذكرتهاش في الاول، نسيتها. عندي نعمل 3 ديال الخمارات حمر. لو كانوا ديك الخمارات اللي بيض كتعمل 2. صافي غنبقى نضيف الطحين شويه بشويه. هنا غنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. هنا عندي الدقيق ديال الحلويات. نبقى شويه كل شويه مغربه طبعا، كل شويه نزيد الدقيق وانا كنجمع حتى تجمع لي العجينه، ما نعملهاش قاصحه وما نعملهاش خفيفه. نعم نبقى نزيد الدقيق حتى تجمع لي العجينه، ونكمل معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي هنايا كنزيد الخميره ديالي. هاد الاثناء هادي كنزيد الخميره وكنخلط وندخل الخميره في العجينه ونكمل 3 الخمارات هنايا. صافي غنخلطها ونجمع العجينه ان شاء الله الرحمن الرحيم، نكملها بالطحين باش تجمع لي، ونرجعوا باش نكملوا التشكيل ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي على هاد الطريقه هذه، يعني الحلوه العاديه. دابا نبقى نزيد الطحين شويه بشويه حتى تجمع لي، باش ما نفوتش فيها الطحين. الا فوتي فيها الطحين غتجي لك قاصحه وغتبقى تفتت وما تبغيش تجمع لك، ما تبغيش يعني ملي يجي يتكور ما غاديش يتكور لك، ما تبغيش يتكور لك على حسب فوتي فيها الطحين. صافي دابا هاد المرحله هذه كنبقى نزيد لها الطحين شويه بشويه. انا نكملها ونجمعها ونرجع معكم ان شاء الله. صافي هي العجينه جمعتها، حلوه جمعتها هنايا. صافي كتبقى على هذا الشكل هذا، ما قاصحه ما رطبه، معوضه باش كتسهل علينا في التلوين وكتجي هشيشه. العجينه ديالي هي هذه، غنخليها ترتاح واحد ربع ساعه، واحد 10 دقائق حتى 15 دقائق، ونرجع باش نلويها. يعني ولا السيده اللي كتكون الا كانت مجروبه يعني خصها تعدلها وتساليها، يمكن لها تلويها في ديك الساعه، يعني تكورها ديك الساعه. انا فقط غادي نخليها واحد ربع ساعه ونرجع عاد نشكلها ان شاء الله يا ربي. صافي الحلوه ديالنا من بعد ما رتحت واحد ربع ساعه، كانت عندي ملويه في السلوفان، حيت السلوفان. دابا غادي نكوروها بهذه الطريقه هذه. يعني غنعملها شي كبيره بزاف، ما نعملها شي صغيره. هانتوما هيدا، وغادي نعملها في لاطه ونفرشها بابي كويسون اولا ورق الزبده بهذه الطريقه هذه. صافي دابا انا غادي غنكور الحلوه ديالي كامله ونعملها شويش متبعده بحال هيدا. هانتوما العباره غير في دوله بغيتي توزنيها تعمل فيها واحد 14 غرام اولا 15.
انا عيني ميزاني كنعملها غير هيدا صافي، ما نعملها كبيره ما نعملها صغيره. نشكل هاد الحلوه ان شاء الله كامله نتوما على هاد الطريقه هذه، يعني عاديه نتوما. صافي ونشكلها وننزلها في اللاطه. ففي هاد الاثناء هادي انا كنكور الحلوى وعندي فران كيسخن. الفران ديال الغاز دائما انا كنستعمل الفران ديال الغاز. عندي الفران كيسخن مزيان، يعني حتى يسخن يسخن مزيان. عاد غادي ندخل فيه الحلوى ديالي. دابا الفران كيسخن، غادي ندخلها من فوقي وغادي نقص لها على شكل العافيه. نعملها مهيله بزاف باش الحلوى ديالي تشقق، ما نعطيهاش يعني جهد ديال البوطه تخطف لي تخطف لي فقط. لا، غادي نقص لها مزيان ونخليها وما نفتحش عليها، نشوفها من الدجاجه ونخليها حتى كتشقق ونعطيها حقه في الطياب. طيب على المهل باش ما تخطف لي شي وتجي هشيشه وتجي مشققه ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي دابا انا الحلوى كامله نكورها على هذا الشكل هذا، نمشي على هذه الطريقه هذه وندخلها الفران ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومن بعد نكمل معكم جميع المراحل ونشوفوها كيفاش غادي تجي ان شاء الله الرحمن الرحيم في الصحن التقديم ان شاء الله يا ربي بعد ما طيب. صافي دابا انا غنكور الحلوى ونرجع معكم. هاهي الحلوى ديالنا بعد ما استوت دابا غندخلها في الفران سخون بحال اللي قلت لكم، سخون مزيان الفران. وغنقص له مره نعملو فحال الدميعه نخليها طيب على حقه وطريقه. هذه اللاطه ديالنا، هاد اللاطه هذه خرجت لي 2 ليطان بحال هذا القياس هذا، واحد نص ديال اللاطه صغيره. صافي دابا نديها في الفران ونتلاقاو بعد ما طيب ان شاء الله الرحمن الرحيم. هي الحلوى ديالنا من بعد ما طابت وتحمرت، هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي تبارك الله مشقه، هانتوما كيفاش كتشوفوا كيفاش كتجي مشقه. ها هي كامله تبارك الله كتجي مشقه، هانتوما محمره من تحت ومن فوقي، كتجي هشيشه وغزاله هاد الحلوى. نتمنى يا ربي تجربوها، وإلا عجبكم هادشي اللي كنقدم تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في وصفه قادمه وفيديو جديد. ونقول لكم رمضان مبروك والصحه صيامكم وعواشر مبروكه يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو، وكل واحد كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه وياتيه بها ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونطلق نشوف معكم واحد الحليوه نفتحوها. هانتوما كتجي الشيشه غزاله تبارك الله ما شاء الله عليها، كتذوب في الفم. هذه هي سرطان بلا مضغان، هي هذه. نتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو وتبارطاجيوها وتخليو لي التعليقات ديالكم زوينين وتعملوا لي لايك. ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في وصفه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.